ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي لكل مشترك جديد على دماغي من فوق. لو انت لسه بتتابعنا جديد واول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك، فعل زر الجرس لو انت مهتم ولسه مبتدئ في مشروع الارانب هتستفيد ان شاء الله. النهارده يوم كبير بالنسبة للمربيين في المزارع عندهم، طبعا بيخش بالتحصين اللي هو تحصين عبد النبي طاحون كل 6 شهور. واذا اعجبك الفيديو ما تنساش اللايك لاخوك. النهارده بقى نحصن تحصين عبد النبي طاحون. كل عام وانتم بخير، بمناسبه السنه الجديده يكون عام جديد عليكم ووش الخير عليكم باذن الله. النهارده هنخش واعرفكم برضو كيفيه الام بتاخد 1 سم تحت الجلد، اللي عايز يدي تحت في العضل مفيش اي مشكله. النهارده بقى والاطفال، بالنسبه للاطفال يا جماعه اللي فوق عمر 45 يوم نص سم النهارده ونص سم تاني يوم. وبلاش الاطفال يا جماعه برضه لانه كده كده هيتباع لحم، فمش مشكله ما دام انت ماشي بالتحصين مبدا على طول، ما تخافش من اي حاجه. اهم حاجه تكون بتحصن الامهات ومراعاها كويس. وطبعا معانا السرنجه هي يا جماعه، وهنحصن الامهات قدامكم كل واحده سنتي. في ناس بتقول لك الامهات عشار ينفع تتحصن ولا لا؟ تتحصن، بس لو في امهات عندها اي مشاكل صحيه يا جماعه ما ينفعش تدي لها التحصين. في الاحسن تعمل لها السنت بتاعها لغايه اما ترجع لصحتها تاني. النهارده يا جماعه نحصن قدامكم. واهم حاجه في ناس برضو بتعمل حاجه حلوه برضو، طبعا لو انت مش شغال بادويه سواء فيتامينات واملاح ببرنامج الميه، طبعا في ناس مش شغاله بالاملاح ولا الحاجات ديت بتضطر ان هي تنزل الف دال 3 اهي لمده 3 ايام قبل التحصين بيوم بتبدا تنزله. طبعا الناس اللي شغاله معايا ونفس البرنامج بتاعي طبعا ما يفرقش معاك الكلام ده، مش شرط اللي هي بتبقى تنزله دي يا جماعه عشان رفع مناعه الارنب، يكون الارنب مناعته عاليه عشان التحصين بيبقى شديد شويه. طبعا الامهات بترضع مفيش اي مشكله، بتاخد سنت برضه. فوق امهات هتولد هوريكم برضه الامهات اللي بتولد بتاخد برضه تحصين، لان الحقن طبعا لما بتتفتح للكل يا جماعه. دلوقتي هنبدا نحصن. طبعا الام دي والده يا جماعه هنديها قدامكم سنتي اهي،